I will do my best like in the first to define the problem. أنا أبو القاسم عبد القادر نصر الدين، دكتور من معهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان، وكنت أعمل بجامعة أوساكا كأستاذ مساعد، وتحصلت على مهندس دولة من جامعة مستغانم، وبعدين تحصلت على شهادة ماجستير من جامعة ليستو بوهران، وفيها تحصلت على سكولارشيب، منحة دراسية من الوكالة اليابانية العالمية للتعاون للمساعدات، تحصلت عليها جايكا. وبعدين ذهبت إلى اليابان، واليابان كانت تعرف الرحلة من الجزائر إلى اليابان ما كانش عادية جدا، لأني كان عندنا شوية الشوك هذا كولتوريل، كانت صعبة أنك تصطدم بالكم الهائل من التكنولوجيا اللي موجودة هناك. ولكن الحمد لله الإنسان كما قالها البقاء للأصلح، كنا نحاول أن نتأقلم بسرعة كبيرة جدا، تأقلمنا وأصبحنا ننافس اليابانيين حتى في عقر دارهم كما يقولون. EEG-controlled gaming applications range widely from strictly medical to completely non-medical applications. Games can provide strong motivation for practicing and thereby achieving better control with rehabilitation systems. لما بدأت دراسة الدكتوراه في معهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان، بدأت في تخصص واجهة ما بين الدماغ والآلة اللي نسموه برين كمبيوتر انترفيس، ولا باللغة الفرنسية لي زانترفاس سيرفو ماشين. هذه التكنولوجيا تمكن المعاقين حركيا، خاصة المعاقين حركيا ليس فقط الأصحاء، من التخاطب ولا من التحكم في أي آلة ولا الانفايرمنت المحيط اللي يدور بهم باستعمال إشارات دماغهم. مثال، يتمكنوا من أنهم يتحكموا في الكرسي الكهربائي المتحرك فقط بإشارات، فقط بالتفكير في تحريك هذا الجهاز. فبدأت هناك في تعلم في هذا المجال، وتحصلت على الدكتوراه في عامين ونصف، وكان هذا إنجاز كبير. وقمت بنشر عدة بحوث في هذا المجال، وذهبت إلى عدة مؤتمرات عالمية في أمريكا مثلا واليابان. وبعدين بعد ما تحصلت على الدكتوراه عرض علي 3 أعمال، واحدة في أمريكا، واحدة في السويس، واحدة في اليابان. وأنا كان همي الوحيد ولا كان مبتغاي أني نعود للجزائر، ولكن للأسف الأبواب لم تكن مفتوحة إطلاقا، عكس ما يقولون الناس أن الأبواب مفتوحة للمهاجرين، لأن لا توجد قوانين واضحة لجلب الكفاءات. وواحدة من بين العوائق هي أنك لازم لك شهادة المعادلة. أنت تأخذ دكتوراه من جامعة من أرقى الجامعات، جامعة من بين 100 أفضل جامعة في العالم، ثم تأتي هون يقول لك لازم لك نعمل لك معادلة للدبلوم اللي أخذته. هذا الشيء غير مقبول إطلاقا. وبعدين عدت إلى اليابان، وعملت مع أشهر بروفيسور في الروبوتيك هو بروفيسور هيروشي إيشيغورو، وكذلك عملت مع طبيب معروف جدا في النيرو ساينس هو طبيب هيراتا مازايوكي. وبقيت أعمل هناك ل4 سنين، وأصبحت أسيستنت بروفيسور. وهناك تحكمت في روبوت يشبه الإنسان تماما باستعمال إشارات الدماغ، وتحكمت فيه. كنت أنا في أوساكا، مدينة أوساكا، هو الروبوت كان في مدينة كيوتو، وتحكمت فيه فقط بإشارات الدماغ. ولما كنت كذلك طالب في الدكتوراه، كذلك وجدت عدة ابتكارات هكذا. وجدت أن لو استعملنا قطبين فقط من جهة الأذنين نستطيع التحكم، أو نستطيع أننا نفهم إشارات حركات العين فقط من إشارات الدماغ. وطورت جهاز واستطعت التحكم في فيديو جيم. هذه بروف اوف كونسبت، نستطيع باستعمال هذه الفكرة أن نتحكم في أي شيء. It designs real movements and motor imagery. Yes, So all of them. I think participants may move actively. So how can you control participants' behavior? Very like scientific question. So the behavior of the patient to move his hand to grasp, we just ask them to move their hand as natural as always. في الحقيقة في إشاعات كثيرة على الدماغ. مثال أنه الإشاعة المنتشرة كثير أنه القلب، هذا القلب اللي هو مضخة الدم فقط، هو المسؤول عن الحب والمشاعر وهذه الأشياء. ولكن في الحقيقة ده عكس تماما، الدماغ هو المسؤول عن الحب. فلما واحد يحب فتاة ولا العكس، فكل شيء يحدث في الدماغ. الدماغ هو اللي يرسل الدوبامين، الهرمونات، هذه التغيرات الفيزيولوجية، هو المسؤول على أنه عدد دقات القلب تتغير. فالجملة الصحيحة أنه لما
تكتب رسالة حب لازم تقول أنك تحب من دماغك مش من قلبك. هذه في الحقيقة. أما الإشاعة الثانية نقول أننا نستعمل فقط 20% من دماغنا، هذه كذلك إشاعة خاطئة. ففي الحقيقة نستعمل 100% من الدماغ، وكل هذا الدماغ هو اللي يتأكتيفيا، يكون activated. أما الإشاعة الثالثة أنه في الحقيقة دماغ الرجل مختلف على دماغ المرأة، هذه كذلك إشاعة خاطئة. فتقريبا دماغ الرجل ودماغ المرأة تماما متشابهان فيزيولوجيا، فقط الاختلاف يكون بسيط جدا. أن الرجل لما يفكر ولا يعمل أشياء فيفكر بطريقة أنه مثال الجهة اليسرى تتخاطب مع نفسها والجهة اليمنى تتخاطب، أما المرأة فالجهتين تتشابك فيما بينها، وهذا يخليها تعمل أشياء on parallel، أشياء في نفس الوقت، multitask. Today, I'm going to answer the following question. Can we take multitasking to the second level using only brain-machine interface technology? The answer for this question is yes. Therefore, no need for this presentation, right? But the real question is, how can we achieve that? أنا لما كنت أعمل في اليابان كنت أعمل مع فريق متعدد التخصصات، فيهم طبيب، فيهم روبوتيسيان، فيهم إلكترونيسيان، انفورماتيسيان، فيهم كل المجالات، وهذا اللي يتركنا، وفيهم كل الجنسيات، يخليك تكون إنوفاتيف، يخليك أنك تبدع. وللأسف هذا غير موجود في الجزائر. أنا نتمنى إن شاء الله أنه الحراك والشباب الجزائريين اللي راهم واقفين أنهم يغيروا ويجيب لنا النتيجة إن شاء الله. والحمد لله شفنا بعض النتائج في الميدان، وأنا نقولها بكل صراحة. الآن المستقبل للشباب، شباب راهم أكفاء، يتكلمون اللغات، راهم شعب واعي، شعب مثقف، شعب يؤمن بالديفيرسيتي، بالاختلاف. نحن يد واحدة، نحن الجزائريين، مكاش اللي فرقنا ومكاش اللي يغير لنا الوجهة تاعنا. احنا أمورنا ولا الأشياء اللي نطلبها مطالبنا واضحة جدا إن شاء الله. نصنعوا دولة اللي فيها حكومة الكفاءات،